سلام، مساء الخير. وش رايكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتنا ومرحبا بكم في فيديو جديده. لا فيديو تاع اليوم راح تكون روتين ولا يوم معي. ان شاء الله هاد لا فيديو تعجبكم وان شاء الله تحفزكم وتعطيكم الطاقه الايجابيه. في لا فيديو تاع اليوم راح نبارطاجي معاكم وصفه تاع اللوبيا، وتاني راح نقي معاكم الفوتاي وطريقتي كيفاش نقيه ويرجع الشعيل، وتاني المنتوج اللي نستعمله. ما تنساوش ديروا لنا جام وتشتركوا في القناه. وتاني مرحبا بكم على صفحتنا على الانستغرام شناز لايف ستايل اللي نخلي لكم الاسم هنا على الشاشه. كما راكم تشوفوا يا البنات بديت نهاري بقهوه. هي انا على كل حال شافوني تاع ستوري تاع الانستغرام، بديت بفوتاي بجهه ومن بعد استقهويت باسكو هاد الفوتاي كانت قلع عليا. شحال وانا حابه نقيه. كنت نستنى في الرحله ومن بعد يا اخي قلت لكم ماناش رايحين نعاودوا الكرا في هذا الدار. اسمع، لازم نقيه. وكي نط مباشره نط ليه، ما كان ني هكذا كي نقيت جهه وشتو وطلع يشعل وارتحت باش رحت استقهويت. المهم كيما شتو حطيت حليبي واستقهويت. وهنا انا والزوج ديالي هنا شغل حاب هو يدير قاعده كي نعودو نتفرجو نجيو اونفاس الفوتاي هكذا بهذا الديكور اللي راني دايرته انا. نشوفو بالجنب، فهمتوني؟ هو حاب يجيبو في اونفاس، شغل كي تقعدي تفرجي اللي يقعد كامل يجي اونفاس تلفزيون. وانا قلت له ما كانش يا اخي، مورفين تقولوا لي اش انا حطي هكذا حطي وهنا شغل كيفاش راح نفهمكم. واش راكم تشوفوا في الكاميرا ماهوش تبان لكم الدراي كبيره ولا بصح هي صغيره. هاد الفوتاي يا اخي وريت لكم كيفاش نقدر نحطو بهذا الديكور اللي دوك تشوفوه، ولا نحطو بآل. كي نحطو بآل يجي الديكور مخربط، شغل يجي مخربط. هو صح يجي تساع بصح ما يجيش هكذا تناسق، فهمتوني؟ هو حب يبين شطارته. قلت له خلاص انا في قلبي ماذا بيا، باسكو على بالي نعاودو نرجعوا لهاد النقطه. نحطوه بهذا هكذا، نحطوه كيما قلت لكم آل. عنده زوج احتمالات لا ثالثه لهما. وانا كي قال لي الزوج قلت معليش انا في صلاحي، باسكو انا حابه ندير الميناج، حابه نقي على الاقل كي نحي ونجبد نمسح نقي الارض. جازني على قلبي فرحت. ومن بعد تعاوننا، يقول لك المعاونه تغلب السبع، يد بيد انا والراجل ديالي. ونحينا قعدنا رايحين جايين حط هكذا رد هكذا. لا فيديو راهي بزاف مزربه بصح حنا طولنا، شغل قاعدين نديروا في كامل الافتراضيات. مالغري انا كنت على بالي ما كانش غير زوج برك، وهيدا قلت لعل وعسى ما على باليش بالك، انا ما عرفت بالك. ليسونسيال قعدنا نجربوا ما لقيناش الحل. وهنا يا البنات بعد ما نحينا وعاودنا رجعنا كيما كان. انا نحبوا بهذا الديكور باسكو هكذا يجي مرتب ومنظم. وكي نحب تسع قلت لكم نردوا بصح تجي الصالون مروي، ما يجيش هكذا كيما نقولوا متول. انا رايحه نقيه باسكو قلت شحال هو موسخ وشحال وانا حابه نقيه. مع كنت هكذا مع الرحله هكذا قلت علاش عليا اني راحله علاش نقيه. ليسونسيال المره هذه كي بانت يا اخي حكيت لكم وقلت لكم بلي خلاص انا رايحه نعاودوا الكرا. خلاص ديسيديت باش نقيه. قلت نبدا به هو الاول، ما كان ني هكذا باسكو شغل توسخ لي بزاف ولازم يتنقى. الحاجه اللي مليحه فيه انه اونتي طاش، ماشي محتمه عليك بمنتوجات غاليه ولا لازم منتوجات، لا غير كيما نقولوا بتشليقه تشمخيها في الماء ولا تقعدي تمسحي تروح لكم هذيك لاطاش. بصح انا حبيت نشارك معكم هذا المنتوج اللي عندي. شحال من اللي شريته شافيه 46 يدير 46 36 كل محل وشحال يبيعوا. هذا يا البنات هاي بزاف مليح. انا دايرته سبيسيال فوتاي باش ما نكذبش عليكم، بصح هو ينقي بزاف حاجات، ينحي البقع الطاشات تاع الدم تاع حاطين. يعني شوفوا العلبه ديالو رايحين تشوفوا تما راهو متعدد الاستعمالات. بصح انا كي شريته للفوتاي نقي به غير للفوتاي هذا مكان. وبالنسبه للطريقه ديالي كيفاش نقي الفوتاي كيما شفتوا نحيت المخايد، نفطلوا الغبره بلا بغوص. ومن بعد جبت سربيطه، لا قبل الخطوه تاع السربيطه. ومن بعد جبت المنتوج اللي وريته لكم رشيته على الفوتاي، باسكو بزاف اللي يقول لك هذا المنتوج شغل يدبغ يقعد النقاط ديالو على الفوتاي. دوك نقول لكم باش ما يقعدوا لكمش هذوك البقع واش ديروا كي ترشوا المنتوج على الفوتاي ديالكم.
تجيبوا لابغوص وتجيبوا باسينه فيها شويه تاع الماء ولا بروس هذيك تدخلوها في الماء تشيتوه شغل تنحيو لي طاش هذوك. ومن بعد تسيحوا هذاك الماء وتعاودوا الماء نقي وتجيبوا سربيطه وتبداو شغل تعصروا سربيطه وتمسحوا تعصروا يا ربي واحد 3 خطرات. هذا ما كان. انا هنا حابه نعطيكم واحد الحيله مليحه مولفه نشوفها، انه تجيبوا سربيطه تشمخوها وتجيبوا الغطاء تاع القدره كيما شفتوا الطريقه. انا هنا ما ساعدتنيش باسكو الفوتاي تاعي كيما شفتوه مطروز، لازم الحاجه تكون كيما نقولوا مسطحه. رايحه تساعدكم الغطاء بصح في هذه الحاله ما راحش تساعدكم باسكو ما راحش الغطاء يدخل هذوك الطرز. على بها انا استعملت عادي كيما شفتوا كيما قلت لكم. المره الاولى بلا بروس حطيت البرودوي وعديت بلا بروس نحطها في الماء، ومره الزوجه جبت باسينه بالسربيطه هذيك تكون شامخه مليح هكذا شامخه ونحي في المنتوج وثاني نحي في ليطاش نمسح فيه كامل وزدت عاودت له مره واحده اخرى. وهذا ما كانوا شوفوا الفوتاي ديالي كيفاش طلع. والله العلي العظيم نتيجه جد مرضيه، نتيجه فرحتني بزاف. على كل حال انا مولفه نستعملو وباش تاني نتفاهموا ني اشهار ني والو منتوج عندي في الدار عندي شحال من شيء مولفه نجربو. قلت والله غير نبارطاجي معكم باسكو بزاف اللي يقولوا لي شهناز كيفاش تنقي الفوتاي ديالك ولا كي حطيت لكم بلي راني حنقيه بزاف قالوا لي شاركينا. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما نقيته فحفحته الله خليته حتى ينشف باسكو انا هدايا نوض الصباح بكري بديت به هو الاول. ومن بعد ما نشف شحال خطا تقولوا لي شهناز علاش ما كيش حاطه لي طابي في الدار. سامحوني انا عندي الطابي هدايا تاع جهازي. علاش نحيته المره الاخرانيه كامل غسلته وديته عند دار عجوزتي. وعلاش باسكو انا هذا الطابي جاي في الدخله تاع الباب كان يتوسخ لي وهاد الزربيه ثقيله بزاف ماشي تاع يعني هذيك الزربيه اللي تقدري ترفديها نهار يومين وقت ما زعما تحبي تنحيها ثقيل. سي بوسا نحيته. بصح هاد المره كي رجعت شتا عاودت رجعته لازمني نحافظ عليه ما عندي ما ندير باسكو كيما قلت لكم كيما تدخلوا الباب تجبروا الصالون. وهنايا البنات حنبارطاجي معاكم لوبيا كيما تعرفوا اليامات هادو كي برد الحال قلت لازم لوبيا. هنا حطيت ليله من قبل حطيت اللوبيا تاعي تورم وهنا فلاشوار حطيت حبه بصل توم ورحيتهم. وبعد ما رحيتهم زدت حبه تاع طماطم نرحيهم بهاد الاشوار اللي مسلكتني هايله بزاف. ومن بعد راح نزيد التوابل شغل كلش حنحط هنا الملح فلفل اسود فلفل احمر راس الحانوت والكمون والقزبر وورقه تاع الرند. هادو هما التوابل اللي نحطهم كاملين. هاد اللوبيا بيضه يعني تجي عسل وتجي بزاف بنينه برك. اللي مش موالفين يديروها بهاد الطريقه يديروها بطريقتي ولا بهاد الطريقه رايحه تعجبكم ان شاء الله بزاف. هنا راني نهضر ونزرب باسكو راني نمشي مع لا فيديو نحاول نمشي مع لا فيديو باسكو راهم يسبقوني بعض المقاطع. انا حنديرها في لاكوكوت. هنا حطيت لاكوكوت ديالي وحطيت الزيت نحط اللوبيا ونحط كلش بارد في بارد. وهنا رايحه نزيد حبيبه تاع زروديه وحنقطعها شويه رقيقه باسكو حنا ما نحبوهاش برك غير باش اللوبيا تجي بنينه وتجي خاطره. وتعرفوا زروديه مليحه في اللوبيا تعطيها بنه. نقطعها هنا صغيره ونمرق. شوفوا هاد لي كوكوط اللي ما عندهمش تجربه معهم ولا اللي شراوهم ردوا بالكم هاد لي كوكوط ما يحبوش الماء. لازم تحطي الكميه تاع الماء اللي تحتاجيها. انا مع الاول كي كنت كي شيتها الاول كنت ندير ماكله شورورو نحط الماء يقعد لي كيما راه. ثم ديروا في بالكم بلي هي ما تحبش الماء حطوا الماء قساس ما تحتاجوا شويه زايده وخلاص. وهنا غلقت على القدره ديالي ومن بعد حطيت كي خرجت النفس نخلي حتى تخرج النفس نحط الساعه ديالي حطيت لها واقيل 20 دقيقه هكذاك. وهي شوفوا يا البنات وحده قالت لي كي طيب الطياب ولا باش تصوني. شوفوا هي كي تحطوها مع الاول تصوني لكم كي تبدا تطيب كي تبدا تغلي القدره تصوني لكم هذيك الساعه باللي اي بدات تطيب. وكي يخلصوا الوقت كيف تصوني لكم باللي راهي خلصت. كاينه اللي قالت لي نسيت كيفاش قالت لي وحده ليسونسيال واش قالت لي على هاد الساعه. انا نظن هكذا هي كي تحطوا الساعه هذيك وتبدا القدره تغلي تبدا تحسب لكم في الوقت باللي تاع راهي بدات تطيب وكي تخلص كيف. وهنا كما راكم تشوفوا اللوبيا تاعي الله شحال جات بنينه. حطيت لها شويه زيتون شويه بصل مقطع وشويه كمون على طريقه المطاعم بزاف بنينه. وهنا حنشارك معكم موسكوتشو بحبه بيض ساهل سريع التحضير ويجي خفيف وبنين. هنا حطيت حبه تاع بيض بالكاس تاع 240 ملي حطيت نص كاس
تاع السكر مع حبه بيض وباكي تاع لافاني، رشه تاع الملح، وهدايا واحد ياغورت تاع فورت، ونضربهم بالباطور. ومن بعد نزيد ربع كاس زيت عادي، والزيت نزيدو بشويه. هنا كيما راكم تشوفوا راني نخدم بالباطور. ومن بعد نزيد هذاك الحليب ديالي. كي نزيد الحليب نحط الفارينه ونحط عليه باكي تاع خميره الحلويات. الكوشه ديالي راهي شاعله، نخليها تسخن. المول ندهنه بالزيت ونرشه بالفارينه. نشعلو غير من تحت ونخلي المروحه. شوفوا الكيكه ولا المسكوتشو ديالي شحال جا هايل وخفيف. ومن بعد دهنته بالمعجون وزدت عليه كاوكاو محمص ومرحي، والله غير جا بزاف بنين. كانت هذه هي لا فيديو تاع اليوم حبوباتي، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا النجم وتبارطاجيو لا فيديو، والى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.